أهلا بكم في قناتنا دويتشه ميت فيا. النفي في اللغة الألمانية. درسنا اليوم عن النفي في اللغة الألمانية، إزاي تنفي الاسم، الفعل، الصفة، الظرف وكل الجمل في اللغة الألمانية. ولكن في الدرس ده احنا هنعتمد على درس أدوات التعريف والتنكير للاسم في الألماني، بحيث ان عملية النفي هتتم من خلال الأداة سواء كانت نكرة أو كانت معرفة. نبدأ بكلمة نشت. هي الكلمة دي هي كلمة النفي في اللغة الألمانية، سواء كان اسم، معرفة أو فعل أو ظرف أو صفة. أما الأسماء اللي ليها أدوات نكرة ein وأينه فليها أدوات النفي الخاصة بها. نبدأ بنشت، احنا بنستخدمها زي ما قلنا مع الأسماء المعرفة، وبنستخدمها كمان لنفي الصفات. وبنستخدم نشت برضو لنفي الأفعال، حيث أنها بتيجي بعد الفعل أو بتكون في نهاية الجملة، وده في حالة إذا كانت الجملة بها فعل واحد. ولو كانت فيها فعلين فإنها دايما بتيجي قبل الفعل التاني. وبرضه بيتحط نشت قبل حرف الجر. هنقول لكم دلوقتي بعض الأمثلة على استخدام كلمة النفي نشت. تعالوا معنا. Der Vater kauft nicht die Tasche. Nicht جت بعد الفعل kauft. Das Wasser ist nicht rein. هذا الماء ليس نقيا. Herr Ahmed kommt nicht heute. السيد أحمد لن يأتي اليوم. Das ist nicht interessant. هذا غير ممتع أو هذا غير مثير للاهتمام. في الأمثلة اللي فاتت دي الجمل فيها فعل واحد بس، فعشان كده نشت جت بعد الفعل. Ich verstehe nicht. هنا نشت جت في آخر الجملة عشان في فعل واحد بس. Er kommt nicht aus Deutschland. هو لا يأتي من ألمانيا. nicht جت قبل aus ده فعل جر. Kannst du schwimmen? Nein, ich kann nicht schwimmen. أنا لا أستطيع السباحة. Er läuft nicht schnell. هو لا يجري بسرعة. هنا نفينا صفة السرعة. Das ist nicht toll. هذا لم يكن رائعا. هنا نفينا صفة إن هو حاجة جميلة أو رائعة. Ich habe nicht 4 Bücher. أنا لا أملك 4 كتب فقط. Das ist nicht Frau Johanna. دي مش فراو يوانا، أو دي لم تكن فراو يوانا. نيجي للنفي للأسامي المعرفة. Das ist das Hemd. هذا يكون القميص. Das ist nicht das Hemd. هذا ليس القميص. Das ist die Lehrerin. هذه تكون المعلمة. Das ist nicht die Lehrerin. هذه ليست المعلمة. Mein Vater kauft das Auto. يشتري والدي السيارة. Mein Vater kauft nicht das Auto. والدي لا يشتري السيارة. أحمد liest das Buch. أحمد يقرأ الكتاب. أحمد liest nicht das Buch. أحمد لا يقرأ الكتاب. الكتاب هنا معروف عشان كده das. Der Lehrer fragt die Schüler. يسأل المعلم التلاميذ. هو عارف التلاميذ بتوعه، يبقى دي Schüler. Der Lehrer fragt nicht die Schüler. المعلم لم يسأل التلاميذ. المعلم ما سألش التلاميذ اللي هو بيدرس لهم، يعني هو معروفين بالنسبة له. نيجي دلوقتي لنفي الأسماء النكرة بأدوات النفي ein وeinen. أدوات النفي للأسماء النكرة للأداة المذكرة المسكولين الأين هتصبح kein. للفيمينين الأينة هتكون keine. نويترال الأين هتكون kein. أداة الجمع مفيش أداة نكرة للجمع، ولكن في أداة نفي ليها اللي هي keine. خلي في دماغك دايما إن الاسم الجمع ليس له أداة نكرة، ولكن ليه أداة نفي النكرة. نستخدم أداة المعرفة لما تكون الحاجة خاصة، ولما تكون الحاجة عامة نستخدم أداة النكرة. فأدوات النكرة نستخدمها هنا مع النفي. Das ist ein Hemd. هذا قميص، ده قميص. Das ist kein Hemd. ده مش قميص. Das ist eine Lehrerin. هذه تكون معلمة. Das ist keine Lehrerin. هذه ليست معلمة. وصلت معنى النكرة والمعرفة مع النفي. ولسه احنا مع أدوات النكرة. Mein Vater kauft ein Auto. يشتري والدي سيارة. Mein Vater kauft kein Auto. لن يشتري والدي سيارة. أحمد liest ein Buch. يقرأ أحمد كتابا.
أحمد liest keine Buch. لا يقرأ أحمد الكتاب. ما قراش كتاب. Der Lehrer fragt Schüler. المعلم يسأل التلاميذ. Der Lehrer fragt keine Schüler. المعلم لم يسأل التلاميذ. Hast du eine Fahrrad? هل لديك دراجة؟ Nein, ich habe keine Fahrrad. أنا لا أملك دراجة. نلاحظ في المثال الأول Schüler. Schüler دي تلاميذ يعني جمع. ملهاش أداة تعريف لكن ليها أداة نفي. keine Schüler. Das ist keine gute Idee. هذه ليست فكرة سيئة. keine Probleme. لا مشكلة. kein Kommentar. لا تعليق. كده خلصنا النهاردة النفي. auf Wiedersehen ونشوفكم في فيديو جديد من فيديوهات قناتنا Deutsche mit wir ودرس جديد إن شاء الله من دروس تعليم اللغة الألمانية. وأي حد عنده تعليق أو عنده استفسار عن أي حاجة يكتب لي في الكومنت وأنا هرد عليه.